اليومين دول أنا عاوزة أتكلم عن كنوز الملك توت عنخ آمون الغير معروفة والغير مرئية، اللي إن شاء الله هتتعرض في المتحف الكبير وتروحوا تشوفوها بنفسكوا. ولما تشوفوها ابقوا افتكروني إن أنا شرحتها لكم قبل ما تكون معروضة أصلا. من ضمن المقتنيات دي اللي هي جميلة جدا وتفاصيلها روعة هي الأقواس بتاعة الملك توت. بالرغم إن الملك توت عنخ آمون معاش كتير وما خدش حروب، لكن لقينا في مقبرته الكثير والكثير من الأقواس. الأقواس دي كتير لكن هي نوعين. النوع الأولاني هو نوع بسيط قوي، عبارة عن خشب تانيينه بطريقة التسخين. يعني عارفين انتوا لما بتجيبوا خشب وتعرضوه للبخار مية فبيتني كده، فهم عاملينه بنفس الطريقة، بطريقة بسيطة خالص، بتكون أطرافه فيها ذهب وهو مصنع بطريقة بسيطة علشان الملك يستخدمه في عملية الصيد فقط. النوع التاني النوع الصعب شوية، هو النوع المركب، اللي هو النوع اللي كان بيستخدم في الحروب. المصري القديم عمل عليه تعديلات كتيرة جدا علشان تناسب أكتر من حاجة. أولا عملوا من خشب الصلت، وخشب الصلت ده معروف إن هو مرن شوية. ليه؟ لأن المرونة مهمة في عملية استحمال الضربات، لأنه لو قوي يعني نوع الخشب جامد هيتكسر بسهولة، ولو خفيف قوي هيتكسر بسهولة. فبالتالي احنا عايزين حاجة مرنة تاخد الصدمة وتفضل موجودة في المعركة، فده سبب إن هو مصنوع من خشب الصلت. وحاجة تانية ايه هي؟ مكان ما بيحطوا السهم حطوا قرن حيوان اللي هو العاج. ليه؟ لأن هيستحمل أكتر ويقوي أكتر المكان اللي بيحصل منه الضرب وإطلاق السهام منه، وعلشان يدينا الشكل المعوج قوي ده، علشان الأعوجاج ده هيخليه مناسب للسرعة اللي عليها العجلة الحربية تقدر إنها تكون ثابتة. المصريين القدماء بقى كانوا بيفتخروا جدا بالأقواس دي، وكمان بيفتخروا بحاجة ايه هي؟ ان هم يقدروا يضربوا اكتر من سهم يروح لنفس الهدف في نفس اللحظة. وهنلاقي المنظر ده، فده كانت تعتبر قوة عسكرية وبدنية وذهنية عند المصريين القدماء، كانوا متفوقين فيها. ايه بقى الجميل فيها؟ الجميل فيها ان كان ليها جراب. اه والله المصريين القدماء كان جمالهم في نظافتهم ونظامهم. الجراب ده لو شفتوه هو تحفة فنية في حد ذاته، بتاع الملك توت عنخ آمون. هو عبارة عن خشب برضك تم تصميمه بطريقة تناسب تعليقه في العربة الحربية، لأن سواء هو هيصطاد هيستخدم العربة الحربية، سواء إن هو هيحارب هيستخدم العربة الحربية. طبعا بيختلف بقى تصميم العربة دي عن العربة دي، بس الاتنين عربة، فلازم يتعلق عليها الجراب اللي جواه الأقواس دي عشان يحافظ عليها وعلى الأسهم اللي جواها. والجراب ده مذهب طبعا عشان بتاع الملك توت عنخ آمون، ومرسوم عليه عملية الصيد. يعني تمثل الملك توت عنخ آمون وهو بشكل أبو الهول وبيدوس الأعداء، وهو بيصطاد الغزلان والأسود والكلام ده كله. كل الرسومات دي موجودة على الجراب. ليه المصري القديم كان بيعمل كده؟ لأن هو كان مؤمن إن الرسومات دي هتزود قيمة وهتزود قوة الأدوات اللي جوه.